مرحبا. الرد على الأستاذة ريهام سعيد. أستاذة ريهام طلعت قالت موضوع إبراهيم ليه 6 شهور والناس ما زالت بتتكلم فيه والناس ما زالت بتقول وبتعيد. كنتوا فين لما إبراهيم كان عايش؟ أنا عايزة أقول لحضرتك، أنا أتكلم عن نفسي مثلا، أنا ما كنتش أعرف إبراهيم ولا كنت متابعة موضوع ولا كان الموضوع يخصني من قريب ولا من بعيد، ولكن الرحمة والإنسانية هم اللي دفعوني إني أدخل أدافع عن ست كبيرة الميديا كلها مدفوعة لها عشان يهنوها إهانة بالغة من بداية يولية لنهاية كذا وكذا وكذا. ست لما رجعت الصور بتاعتها في مقابر ابنها وجدتها إنها معزولة عن قبر ابنها، وجدت إن العزا اتعمل لابنهم وهم ما حضروش، وجدت إننا ورا جريمة قتل. لقيت نفسي بكشفها واحدة واحدة، ده أنا وزي كتير جدا. أما قصة إن سيادتك بتقولي في مواضيع كتير في البلد تستحق إن نتكلم فيها زي فلسطين أو زي المتحف المصري أو غيره، الحمد لله والشكر لله أنا كمنصة مغطية كل ده، بخاطب العقول الراقية، بطلع بالوعي الفكري والنضوج العقلي. لا عمري جبت ملحدة ولا عمري جبت مشعوذة ولا عمري جبت واحدة عليها جن وعمالة تتنطط وتتقلب زي القرود، ولا عمري جبت أشياء وأفعال ما لها أي علاقة بمخاطبة العقل أو النضوج الفكري أو الوعي العقلي. أصل دايما اللي برا مصر بيشوفوا التطور برا مصر ونفسهم ينقلوا هذا التطوير البشري والحجري لبلادهم، فبيبقى دايما الوطن في دمهم، ما بيفكروش إلا فيه. إنما في بعض البشر اللي داخل البلد ما بيفكروش غير في إنهم إزاي يستنزفوا الآخرين أو يستغلوهم أو يسرقوهم أو يغدروا بيهم. فموضوع إبراهيم في المقام الأول والأخير إنساني، ولو ما فيش حد تعاطف معاه إنسانيا يبقى معدوم الضمير. يعني أنا مش هزيد عن الكلام اللي قلته في فيديوهاتي كتير. يعني مثلا أنا لسه جايلي كبشرة دلوقتي مثلا عن بنت إبليس نفسه بقى طالع بيتكلم على المنصات، مسمع سيادتك إبليس بيقول إيه؟ الهدوم اللي بيلبسوها هو واخوه بتاعت اخوه ابراهيم الله يرحمه الجديده اللي كانت اديتها لهم بنتي، ما جابوش حاجه جديده، ما ظهرش حاجه جديده عليه. 3 رنجات يا باشا، 3 رنجات يا باشا، بقول لك ده اخته بقى ولا والدته ولا اي حاجه. هدوم اخوه إبليس وبنته بيعايروا الناس البسيطة بملابس أخوه. تخيلي حضرتك بيعايروا أخوهم بملابس أخوهم، يعايروا الناس بملابس أخوهم. تبصي له هو أصلا كان راكب ترنج إبراهيم، كان عذرا لابس ترنج إبراهيم في عزا إبراهيم، كان راكب عربية إبراهيم في عزا إبراهيم. تبصي له سيادتك قاعد في شقة إبراهيم، لأنه هو أصلا فاشل، يعني عواطلي، بياكل من ورا شقة إبراهيم وبيع إبراهيم قطع غيار. اسمعي حضرتك كمان بيقول إيه؟ اصلا يا عم ايمن اللي هم يدفنوا فيها دي بتاعت ابراهيم الله يرحمه ومراته واولاده بس هو القصه الناس بتقول له لا ده انتوا ليكوا واحصوا القفل واعملوا ومش عارف ايه، يعني ليكوا بس تدوكوا خدوا عظمه، ما ياخدوه يا بابا، ياخدوه هيدفنوه فين؟ كنا في الصلاه عندهم بيقولوا ما عندهمش مقابر يا عم ايمن. انا عارف، امال احنا القصه دي من ايه من الاول؟ ما ابراهيم اصلا هو اللي قايل لنا، ابراهيم اصلا كان لما نبقى في زمن اتعدمت فيه الضماير، بيقولك اساسا المقابر دي مقابرهم، مقابر بنتهم، هم ملهمش حاجة فيها. اهل ابراهيم ملهمش في المقابر، هم بس اللي ليهم في المقابر. تخيلي حضرتك توصل لدرجة ايه؟ يقولك المقابر دي لابنهم لبنته لولادها وبنته، اهله ملهمش اي حاجة. المقابر دي كأنه هو ابليس وبنته اللي اشتراها من فلوسهم، بيعايروهم ما عندهمش مقابر، اصلهم هيدفنوا في مقابر الصدقة.
احيانا بساطة الناس البسيطة بتخلي الكلاب تستحل لحم ابنهم وتنهش فيهم وتفتري عليهم. هكذا ابليس وبنته. نسمع حضرتك جزء تاني. لا هم في دماغهم كل اللي في دماغهم فلوس بس فقط لا غير. يجيبوا ازاي الفلوس؟ وانت في دماغك سلطه. الله يبارك له ما تطلعش عند فلان وعلان وترتان، ما بيطلعش، محدد له منصصين او ثلاثه يطلع فيهم. الناس اللي بيتحدد لها ده انت، مش انا اللي بحدد للناس، انا بديله نصيحه لوجه الله انه ما ينفعش يطلع عند اي حد. فاللي بيتوجهوا امثالك يوجهوا ويتوجهوا. اللي كان قاعد على منصه بتتفق انها تعمل افلام خارجه عن الادب والاخلاق لواحده لمجرد انها طالعه بتقول لكم يا قتله عشان تكشفكم. ابليس العواطلي اللي خلى بنته سلبت حياه شاب عشان هو يعيش في خيره، وطلع يعاير اهله. عالم ناقصه، عالم زباله، عالم واطيه، عالم شبع بعد جوع. ونكمل. ملوش اصلا في التراب باسم بنتي، عارف؟ هم ليهم ابنهم هناك بس مدفون هناك، وده عشان عياله وعشان مراته عايزين ابنهم ياخدوه. هي باسمها، هي التراب مش باسمهم، مش باسم ابنهم ولا ليهم فيها هيحطوه حتى هناك. والله صح. انا بعرفه، وده عندك لما طلع شتمني برضه قال لي يا ايمن ومش عارف ايه. المقابر باسم بنته، وكأنه هو وبنته اشتغلوا ليل ونهار عشان يجيبوها. مش باعوا الشاب قطع غيار وسرقوا ماله، مش تسولوا عليه على الميديا وسرقوا ماله، مش سرقوا صحته وعافيته وسلبوه صحته وعافيته بماله. انتوا فاكرين ان ربنا هيبارك لكم سواء المستمع او المتكلم؟ شهادة حق قدام ربنا. ربنا يوريكم كلكم في أعز ما عندكم اللي إبراهيم وأهله شافوه، اللي ما يجيش 1 على 10 من اللي وصلني. اللي حكيته ده كله ما يجيش 1 على 10 من حقيقة إبليس وأهله. الراجل العواطلي اللي عايش ببطاقة مزورة، بنته الفاشلة الفاسدة القاتلة. مهما اشتريتوا كل المنصات، حاربوا الذات الإلهية. ربنا عز وجل وحده اللي هيكشفكم، وليس البشر، وليس الأستاذة آسيا، وليس غيرها. ربنا ينتقم منكم. دلوقتي بتعاير أهله بالملابس وإن المقابر باسم بنتك. كانت جابتها منين؟ كانت جابت المقابر منين باسمها؟ هو الاسم التمن منين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل في جسمكم كلكم. ترقدوا رقدة إبراهيم وفقط.